السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم سيكاغ حلوين ساهلين اقتصاديين بمكونات اللي جد بسيطه. كنحتاجو فقط الرابعه ديال الكاوكاو اللي كنكونوا حمرناهم في الفرن مع زبيته. من بعد ما كيبرد لينا الكاوكاو كنوضعوه في الهاشوار، كنضيفوا له واحد المعلقه صغيره مع مرش ديال القرفه، واحد 3 الحبات ديال المسكه الحره اللي مدقوقين مع شويه ديال السنيده. كنضيفوا كذلك 2 معالق كبار ديال السكر سنيده. انا اكتفيت بهذا القدر، ممكن تزيدوا في الحلاوه كيبقى اختياري. من بعد ما كنطحنوا المكونات ديالنا كنحصروا على هذا الشكل هذا، ما نطحنوش بزاف باش ما يطلقش لينا الزيت. كنضيفوا كاس الا ربع ديال الكوك اللي حمرناه في مقيله، كنضيفوا 2 معالق كبار ديال الماء الزهر وواحد المعلقه كبيره ديال الزبده بحراره المطبخ. كنجمعوا المكونات ديالنا حتى كنحصلوا على عقده بهذا الشكل هذا. جربوهم البنات، راه كيجيو ساهلين غزالين وكيصبروا واحد المده طويله في الثلاجه. هنا من بعد ما حربلت العقده ديالي كامله، كناخذوا الورقه الكبيره كنقطعوها على 4، كنحيدوا الجوانب وكنبداو في التعمار حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا كامله. انا هنايا خليت الحجم متوسط، ممكن تصغروا الحجم ديال الحريبلات. كنسدو بالخليط اللي متكون من الطحين مع شويه ديال الماء، راه كيخرجوا كميه كبيره البنات، ممكن تضاعفوا المقادير كاملين. كنستمروا حتى كنكملوا العقده ديالنا كامله. من بعد ما كنكملوا البنات كنغطيوهم وكنوضعوهم في الثلاجه ليله كامله حتى كيبردوا مزيان ويشبروا في راسهم باش ما يتحلوش لينا اثناء القلي. كنديروهم في الزيت اللي كتكون سخونه بزاف وعلى النار اللي متوسطه. كنستمروا حتى كنكملوهم كاملين وكنحاولوا معاهم باش ما يتحلوش لينا. بمجرد ما كيذهب اللون ديالهم كنوضعوهم سخان في العسل اللي كنت حضرت معكم وتشاركته معكم في القناه. كنخليهم واحد المده في العسل، وهذا هو الشكل النهائي ديالهم. انا زينتهم بشويه زنجلان. الى عجبتكم الوصفه اشتركوا في القناه، وبالصحه والراحه.